السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مبدئيا كده الفيديو ده عبارة عن استكمالا للفيديو اللي فات، والفيديو اللي فات طبعا اتكلمنا عن جدول مهم جدا لكل واحد فيكم سواء كان علمي او ادبي. الفيديو اللي فات اتكلمنا باختصار عن جدول مهم جدا تقدر تذاكر بيه الحاجات القديمة من غير ما تأثر في الحاجات الجديدة، وبداية شهر 4 كده تلاقي نفسك خلصت المواد كلها وذاكرتها وراجعتها وكمان حليت عليها امتحانات. وفي الفيديو اللي فات قلت لك انك عندك 7 مواد سواء كنت علمي او ادبي، هنشيل منهم العربي لان العربي هنزل له فيديو لوحده، وده الفيديو بتاع العربي. المفروض ان في ناس بتسيب العربي لحد شهر 5 وتقول لك انا هبدا اذاكر العربي لحد شهر 5، وبيتفاجئ في الاخر ان هو مش هيقدر يذاكره في شهر 5. ولكن دلوقتي علشان تقدر تذاكر العربي في شهر 5 هتتبع شويه حاجات تقدر تعملهم. يعني الفيديو ده الهدف منه ان هقول لك على طريقه بسيطه جدا تقدر تذاكر بيها العربي بمجهود قليل قوي منك وبوقت قليل جدا منك، وتذاكر اكتر من 80% من العربي لحد ما توصل لشهر 5. هتلاقي نسبة قليلة جدا او كمية قليلة جدا من العربي اللي وقع منك تقدر تلمها في الشهر ده، او تقدر تلمها في يومين 3، او تقدر تلمها في اسبوع بالكتير جدا، وبعد كده تبدأ تحل امتحانات في العربي وتظبط الدنيا. فالفكرة بتاعت الفيديو ده انك ما تسيبش العربي لشهر 5 الا لما تعمل الحاجات اللي هتسمعها في الفيديو اللي انا هسيبه لك ده. ودلوقتي هسيبك تسمع الطريقة، وقبل ما اسيبك تسمع الطريقة اتأكد تماما انك صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. ناس كتيرة جدا بتغلط غلطة كبيرة قوي، وهو ان بيقولك ان انا مش هذاكر عربي دلوقتي وهسيب العربي لشهر 5، وبكده هيكون قاعد على الامتحان حوالي شهر واسبوع. الشهر والاسبوع دول اذاكر فيهم العربي تمام، واحفظ الادب واحفظ القصة والنصوص والبلاغة وكله، واظبط الدنيا وادخل اقفل العربي، وبكده الدنيا تمام. وفعلا بيحط في نيته كده وبيبدأ يقرر انه فعلا مش هيقرب للعربي دلوقتي ومش هيذاكر العربي دلوقتي علشان العربي كبير جدا وفروعه كتيرة، ويبدأ يهتم بالمواد التانية ويسيب العربي. وفي ذهنه طبعا ان هو هيجي في شهر 5 يبدأ يمسك الكتاب ويذاكر عربي ويظبط الدنيا، وبكده مستواه هيتظبط في العربي وتمام. طب انا معاك انك ممكن تسيب العربي في شهر 5 وتذاكره في شهر 5، ولكن تتبع معايا حاجة بسيطة جدا نعملها، لانك ما ينفعش تسيب العربي تماما كده لحد شهر 5. طب ليه ما ينفعش ان انا اسيب العربي لحد شهر 5 ما افتحوش؟ ليه؟ هتيجي جاي في شهر 5 اول حاجة هتقابلك في شهر 5 هيكون قاعد شهر على الامتحانات وهيكون في رمضان. تمام؟ اول حاجة هتكون رمضان، يعني انت هتكون صايم وتعبان ومش هتقدر تذاكر فترة كبيرة، دي اول حاجة. تاني حاجة هتكون خايف ومرتبك جدا من الامتحان، لان الامتحان هيكون قرب، وطبيعي جدا انك هتكون خايف، وممكن الخوف ده يأثر على مذاكرتك لو لقيت نفسك مش متظبط في المواد. تاني حاجة انت لا قدر الله ما تضمنش ايه اللي ممكن يحصل لك في شهر 5، ممكن تتعب شوية في شهر 5 تقعد لك اسبوع اسبوعين ما تذاكرش، فانت ما تضمنش الظروف. طيب دلوقتي لو انا قررت ان انا برضو مصمم ان انا اسيب العربي لشهر 5، هتيجي جاي دلوقتي انت دلوقتي دخلت في شهر 5 وكنت سايب العربي، هتيجي تبدأ بسم الله هتقول انا هذاكر النهارده احفظ لي مدرسة ادب، هذاكر احل لي بلاغة، احل نحو، احل وهذاكر نص، هذاكر درس قراءة، هذاكر فصلين قصة. هتيجي جاي في مدرسة في الادب هتلاقيها كلها حفظ وقرف، هتقعد تحفظ في المدرسة دي ساعتين ولا 3، وتاني يوم هتنساها، هتلاقي نفسك اتعقدت ونفسك اتقفلت والدنيا خربت معاك، وقلت لا ده انا كده غلطت ومش هقدر اذاكر الادب، خلاص انا هسيبني من الادب دلوقتي، وتبقى انت ضيعت من نفسك 6 درجات مع انك تقدر تضمن ال6 درجات دول دلوقتي. هتيجي داخل على النصوص هتلاقي في حاجات عايزه حفظ وفي كلام كتير جدا جدا انت اصلا نسيته لانك ركنت الماده بقالها فتره، هتلاقي نفسك اتعقدت من الاخر. ففكره انك تسيب العربي لشهر 5 دي فكره غلط تماما، ولكن ممكن انك تصحح الفكره دي وتسيب العربي فعلا لشهر 5، بس هتعمل شويه حاجات بسيطه. ايه الحاجات اللي انا ممكن اعملها علشان اوصل لشهر 5 والاقي نفسي عارف حاجات كتيره جدا في العربي، على الاقل 80% من العربي عارفه، وابدا مذاكره في شهر 5 تمام، وابدا كمان اذاكر في شهر 5 العربي، وكمان احل معاه امتحانات تاريخ او امتحانات جغرافيا، امتحانات فيزياء، امتحانات كيمياء، يعني احل امتحانات وفي نفس الوقت بذاكر عربي وكمان احل في العربي، وادخل اقفل باذن الله العربي. صلى على النبي الاول وانا اقول لك عليه الصلاه والسلام. اول حاجه يا معلم انت عندك الادب. انت دلوقتي باقيلك على الامتحانات حوالي 140 يوم، لو انا دلوقتي جيت وقلت لك كل يوم تمسك لي سؤال ادب 5 دقايق بس،
تمام؟ 5 دقايق بس تحفظ لي فيهم سؤال واحد في الادب. هتلاقي المدرسه فيها حوالي 10 من 10 ل 15 سؤال، تمام؟ يعني في 6 مدارس هتلاقي مثلا مش هيكمل المدارس بالمسرحيه بكل حاجه، مش هيكملوا 100 سؤال. يعني انت نفسك هتلاقي نفسك اول ما توصل لشهر 5 الادب ده حافظه زي اسمك. ليه حافظه زي اسمك؟ انت دلوقتي النهارده جيت دقيقتين او 3 دقايق حفظت لك سؤال في الادب، تاني يوم هتحفظ سؤال تاني، بس قبل ما تحفظ السؤال التاني هتراجع على السؤال الاول، تالت يوم هتحفظ سؤال تالت، تمام؟ هتلاقي نفسك حفظت السؤال التالت ده وتراجع على السؤالين اللي فاتوا، وهكذا في اليوم الرابع تذاكر لك او تحفظ سؤال تاني وتراجع على اللي فات، لحد كده تفضل ماشي بالاسلوب. تخلص مدرسه، خلصت مدرسه كامله، دخلت في المدرسه الثانيه، بعد كده انت حفظت المدرسه دي اصلا وحفظت الاسئله والاجابه. دي الفكره دي انا عملتها، بدات كده كل يوم كنت بحفظ سؤال، بس انا بدات من اول السنه كل يوم كنت بحفظ سؤال بس، لحد ما جيت مثلا في شهر 12 كده لقيت نفسي خلصت الادب وظبطته تمام جدا في الادب. كنت بسمع المدرسه وانا ماشي رايح الدرس من غير اصلا ما ابص في كتاب، لان انا كنت تقريبا حفظت الاسئله والاجابه من كتر التكرار. لان اي حاجه يا جماعه انت عايز تحفظها اقعد كرر فيها، كل يوم كرر فيها هتلاقي نفسك حفظتها زي اسمك بالظبط. فبكده انت هتوصل لشهر 5 هتلاقي نفسك ضمنت 6 درجات في الادب مش محتاج تذاكره. يبقى كأن العربي عندك من غير ادب، ونشطب كده على الادب. تاني حاجه البلاغه. البلاغه دي قطعه البلاغه هم كام سؤال كده في البلاغه، حوالي 9 اسئله في البلاغه انت بتكون حافظهم بيتكرروا في كل قطعه من البلاغه. تقدر تحفظ الاسئله دي وكل يومين تحلل لك قطعه بلاغه، وبكده تضمن لنفسك 6 درجات. او عايز اطمنك في البلاغه دي بالذات والله العظيم انت بتكتب اي حاجه في الامتحان في البلاغه بالذات، يعني هو اللي بيقول لك اذا امتزج فكر الشعر بوجدان والكلام ده سؤال ثابت. تاني حاجه بيقول لك استخرج استعاره او الكلام ده كله، دي حاجات ثابته. فانت السؤال الاول ده انت بتشرح الابيات والكلام ده كله، فاي شرح بيعدوه يا جماعه، فما تفتكرش يعني انك لازم تشرح شرح وافي والابيات والكلام ده، لا لا والله اي حاجه بيعدوها، والله اي حاجه بيعدوها. فما تقلقش من ناحيه البلاغه دي، انت احفظ لك بس الاسئله اللي عليك في البلاغه، وافهم الكنايه والاستعاره والكلام اللي هو بتاعت اولى ثانوي وثاني ثانوي، لانها هتساعدك برضو في النصوص. يبقى انت ممكن كل يومين كده 5 دقائق تذاكر لك ايه، تحلل لك قطعه بلاغه. اما بقى اهم واحد فيهم هو النحو. النحو انا اتكلمت عنه في فيديو فات، وهسيب لك اللينك بتاع الفيديو اللي فات ده تسمعه. لو انت مستواك صفر في النحو تقدر توصل تجيب من 18 و19 من 20 في النحو لو انت مستواك صفر. طب لو انت مستواك نص 50% كده تقدر تقفل النحو. بس تسمع الفيديو اللي انا قلت لك عليه وتشوف انا عملت ايه، او تشوف الطريقه اللي انت ممكن توصل بيها للدرجه ان هي في النحو. النحو ده انا بقى مش عايزك تسيبه نهائي، سواء كان مستواك ضعيف او مستواك مش ضعيف. كل يوم ربع ساعه كده تحلل لك قطعه نحو، لازم كل يوم تحلل لك قطعه نحو حتى لو مستواك ضعيف. لو مستواك ضعيف هتلاقيه اتحسن جدا، لو مستواك قوي فقطعه النحو مش هتاخد منك 5 دقائق، فهتكون حاجه كويسه جدا ليك. طب ليه انا بقول لك نركز على النحو؟ النحو عليه 20 درجه. لو انا قفلت النحو في الامتحان، في الامتحان بتاخد 13.5 في التعبير، بتاخد 13.5 في التعبير لو انت كاتب موضوع تعبير فيه اخطاء. لكن لو موضوع تعبير كويس وما فيهوش اخطاء خالص فبتاخد 14 من 14 في التعبير. لكن لو انت كاتب تعبير مش كويس وفيه اخطاء وانت مقفل النحو بيدولك 13.5 او 13 بالكتير جدا. يبقى انت دلوقتي لو قفلت النحو هتضمن 20 درجه ومعاهم 13 درجه تعبير، يبقى انت كده دخلت في 33 درجه. معاهم 6 ادب يبقى انت دخلت في 39 درجه. معاهم 6 بلاغه، تمام، يبقى انت كده دخلت في 45 درجة. توصل لشهر 5 تلاقي نفسك مظبط أدب، مظبط بلاغة، مظبط نحو. هتلاقي نفسك قدامك القراءة والنصوص بس. طب ليه؟ ما القصة موجودة اهي. لا يا معلم، القصة دي هنعمل فيها حاجة ظريفة جدا. القصة دي في الأستاذ محمد السخاوي على اليوتيوب منزل لك القصة دي، تمام، كل فصل كده منزله وشرحه، شرح وافي جدا الصراحة. أنا كنت بسمع له، يعني أنا القصة دي ما مسكتش القصة وذاكرتها، لا أنا كنت معتمد بس وأنا رايح الدرس حاطط السماعة معايا التليفون بتاعي والسماعه في ودني وبسمع، بدل ما بسمع اغنيه او اسمع اي حاجه لا بسمع فصل قصه، وانا جاي بسمع نفس الفصل تاني. فكنت مثبت لنفسي النهارده الفصل الاول وانا رايح الدرس مثلا الكيمياء هسمع الفصل الاول وانا رايح وانا جاي. والله قعدت نص ساعه المدرس اتاخر اهو بسمع وحاطط السماعه في ودني وبسمع الفصل وبقعد اردد معاه والكلام ده كله، وبلاقي نفسي الفصل عرفته. تاني يوم رايح درس مثلا الفيزياء سمعت الفصل التاني. كل يوم هكذا، بدل ما بتسمع اغنيه ملهاش اي 30 لازمه وبتشيلك ذنوب على الفاضي
الفاضي، لا اسمع لك فصل قصه من استاذ محمد السخاوي. يبقى انت تحمل الفيديوهات بتاعت القصه بتاعت استاذ محمد وتحولهم MP3 وتسمعهم وانت رايح الدروس في الوقت الفاضي. يبقى انت كده خلصت من القصه 6 درجات تانية على ال 45 اللي موجودين هنا. يبقى انت ضمنت 51 درجه في امتحان العربي من قبل ما تدخل على شهر 5 وبمجهود قليل قوي منك، يا دوب 5 دقايق او ربع ساعه، تلت ساعه في اليوم، يا سيدي خليها نص ساعه. نص ساعه في اليوم هتريحك ب 51 درجه في العربي. هتوصل لشهر 5 يا معلم وانت ما عندكش غير قراءه ونصوص بس اللي انت مش مذاكرهم، او طبعا انت كده كده بتذاكرهم الفتره دي. ما هو مدرس بيدي لك حاجه يقول لك هراجع النهارده درس قراءه، فانت اكيد بتراجع، وفي ناس بتراجع وفي ناس بتركنه خالص، في ناس بتراجع، مش مشكله. انا هعتبرك انت ما فتحتش العربي اصلا، وهعتبرك انك انت كنت بتروح الدرس وبترجع ما بتفتحش الكتاب في العربي. هتلاقي بيقول لك ايه؟ قراءه ونصوص. بذمتك انت القراءه والنصوص دول لو انت كل يوم اخدت لك درس قراءه مع نص في 6 ايام هتلاقي نفسك خلصت القراءه. والنصوص دول هم كلهم 8 نصوص عندك، فهتلاقي الدنيا اتظبطت تمام. وكمان دول بقى 5 دروس قراءه، ما بقوش 6 دلوقتي، وعندك 8 نصوص، فهتلاقي نفسك في 8 ايام بس قدرت تخلص قراءه وقدرت تخلص نصوص. ودخلت في يوم 8/5 قبل رمضان كمان، او مش عارف بعد رمضان، مش عارف رمضان امتى. المهم يعني هتلاقي نفسك اول ما دخلت في رمضان كده من بدايه شهر 5 لقيت نفسك خلصت العربي ولقيت نفسك مرتاح جدا. الفرق يعني يا جماعه ما بين الناس اللي بتقفل العربي ان هو بيبقى مثبت 3 حاجات عنده، بيبقى عارف البلاغه كويس جدا وحل عليها كتير ويقدر يقفلها في الامتحان، بيبقى مظبط النحو وبيبقى مظبط الادب. ليه؟ لان الادب يا جماعه ما ينفعش يتساب لشهر 5، ما ينفعش اطلاقا تسيب الادب والحاجات الحفظ لشهر 5، لانك هتيجي في شهر 5 تحفظها تلاقي نفسك بتنساها مع التوتر والقلق اللي انت فيه فتتضايق فما تذاكرش اصلا. لكن لما تخش في شهر 5 حط نفسك كده مكاني كده، مثلا دلوقتي انا دخلت على شهر 5 لقيت نفسي الحمد لله مذاكر المواد الثانيه، لقيت نفس العربي اللي الناس كلها بتشتكي منه ان هو فروعه كتير جدا، انا مظبط ادب، مظبط بلاغه، مظبط نحو، مظبط قصه، عدل قراءه ونصوص. انت هتلاقي نفسك اتفتحت اصلا انك تذاكر العربي، ونفسك اتفتحت وبدات تتفائل، تيجي داخل اول يوم عربي تحل فيه كويس جدا، نفسك بقى تتفتح على المواد الثانيه. فالنصيحه اللي انا عايز اقولها لك مره ثانيه، اوعى تسيب العربي لحد شهر 5 من غير ما تكون ثبت الادب والبلاغه والقصه والنحو.